حاولت معاه كتير زي ما قُلت لكم، حاولت معاه كتير زي ما قُلت لكم، هي جريئة وكانت كبيرة في السِن، يعني في أواخر ال40 كده، وأنا لسه حاجة و20، هي أكبر منّي ب20 سَنة، هي جريئة ولبسها كان جريء وكلامها أجرأ، وأنا مش واخد على الكلام ده، حاولت معايا كتير وأنا كنت زي ما قُلت لكم كده حتّة طوبة. أنا حسين من أسرة بسيطة جدًا، أبويا راجل لسه على قد حاله، وعندي بنتين أصغر مني وأنا لسه باتعلم، بس ما اخبيش عليكم أنا حاسة إن الحمل تقيل أوي على أبويا، وهو كان دايمًا يقول لي أنا عاوزك تاخد شهادة وترفع راسي، وفعلًا أخدت شهادة كويسة جدًا والحمد لله خلصت الجامعة بتاعتي. إخواتي البنات لسه بيتعلموا وكالعادة ما لقيتش شغل بالشهادة بتاعتي، الظروف ساءت جدًا وأبويا تعب وقعد في فترة وبعدها توفى. بقى البيت كله من مسؤوليتي وفي رقبتي، واخواتي البنات طبعا مسؤولين مني، فاضطريت ان انا انزل، يعني قالوا لي ان انا ممكن ابيع انابيب واوصل انابيب للناس اللي محتاجاها، شغلانه مؤقته كده، وقالوا لي ان فلوسها كويسه وتقدر يا دوبك بس لحد ما اخواتك يقفوا على رجليهم وانت تلاقي شغل بشهادتك. وفعلا انا ما ترددتش لحظه خالص، كنت محتاج الفلوس باي طريقه، وخصوصا اني لفيت كتير لحد ما الاقي شغل وما لقيتش. واتشهرت جدًا في الحتة، بقيت ألِف بالأنابيب واللي عاوز أنبوبة يعني باطلع أركّبها له وأوصّلها له لحد فوق. أكل العيش بقى بيبقى صعب شوية، بس الحمد لله ربنا كارمني جدًا والناس كلّها بتحبّني، لإن أنا كنت عشري وطيب وقلبي طيب وما بازعّلش من حد. الناس كلّها كانت بتطلبني، وكنت عامل كمان رقم في التليفون بيطلبوني عليه في أي وقت، أي حد محتاج أي حاجة كنت باعملها له في الشارع. اللي ورانا في المنطقة كلّها معروفة وكلّهم عارفينّي. كان في ست جريئة كده شوية الناس كلها عارفة اسلوبها وعارفة يعني انها ماشياها، كانت متجوزة بس ما عندهاش ولاد، جوزها ملوش شخصية ولا كلمة، معروفة في الحتة كلها، لأن الناس كلها بتخاف منها لأن لسانها طويل شوية وجريئة، جريئة في كلامها وجريئة حتى في لبسها وجريئة في كل حاجة، كانت زي المعلمة كده. أكيد انتوا فاهمين أنا قصدي ايه. كانت كل شهر بتتصل علشان أوصل لها أنبوبة، وكنت أطلع أوديها وأنزلها على طول. وفي مرة اتصلت كان على بعد المغرب كده، قالت لي معلش أنا دلوقتي واحدة الأنبوبة عندي خلصت وإن أنت لازم تتصرف. فعلا رحت وطلعتني لحد فوق، وكنت باحطها لها على باب الشقة كالعادة، قالت لي لأ خشي لي جوه ركبيها لي، لأن جوزي مش موجود، ده بايت النهارده في الشغل ومحتاجة حد يركبها لي وأنا ما باعرفش فيهم. بصراحة ما اخبيش عليكم أنا باخاف بقى من الست دي جدا، هي فعلا ما عملتليش حاجة ولا مرة، بس يعني كلمتني بطريقة كده مش كويسة، وطريقة لبسها كمان وطريقة كلامها أنا بخاف منها وما بحبهاش، وما باحبش كمان إنها تمس سمعتي أو تمس سمعة اخواتي البنات. وكنت دايما ببقى ماشي جنب الحيط، ما بحبش يعني اروح غلط في اي حته او اعمل حاجه غلط، لان أنا زي ما قلت لكم عندي اخوات بنات بخاف عليهم. ودخلت فعلا الانبوبه جوه، بس انا طبعا شفتها لابسه زي ما انتم عارفين، قاعده في بيتها يعني بلبس ايه، لبس البيت، بس بصراحه المره دي كان خفيف على الاخر، قاعده براحتها على الاخر وهي مش محرجه. انا اللي كنت محرجه وكنت مكسوف جدا لدرجه ان انا واركب الانبوبه في المطبخ كنت بشر ميه من كتر العرق. كنت متوتر وكنت مكسوف، جت ورايا وقعدت تضحك تقول لي ايه، انت مكسوف ولا ايه، مالك، هو فيك ايه، هو انت اول مره تشوف اللبس دوت في البيت. المهم مردتش عليها خالص، وخلصت اللي انا بعمله وقلت لها لو سمحت انا عاوزه الحساب بتاعي. قالت لي لا ده انت ليك هديه، ولقيتها بدات تقرب مني وكده. المهم سبتها ورحت على باب الشقه لقيتها قفلته وشدتني من ايدي وقالت لي تعالى انا عاوزاك نتكلم مع بعض شويه. قلت لها لأ معلش أنا لازم أروح دلوقتي، كل اللي في بالي جوزها يطب علينا ويلاقينا لوحدنا في الشقة والشقة مقفولة. كنت خايف ومتوتر وخصوصا إن أنا ماليش في أي حاجة غلط. لقيتها شدتني غصب عني ودخلتني معاها الأوضة وقعدت جنبي. قلت لها بقولك إيه أنا عاوز الفلوس دلوقتي. فقالت لي مالك انت مخضوض كده ليه، هو انا هاكلك، انا مش هعمل لك حاجه، انا محتاجاك بس نتكلم مع بعض شويه، لان زي ما انت شايف انا وحيده وجوزي على طول بيبقى بره في الشغل. المهم زي ما قلت لكم كده انا كان كلامي قليل جدا وكنت بارد، وهي اتجرأت اكتر في الكلام وبدأت كده تلمح لي بحاجات زي ما انتم فاهمين، وتصرفاتها وايديها بدأت تتحرك كمان مع كلامها. قمت وقفت وقلت لها لا لو سمحت انا عاوزه امشي وعاوزه الحساب بتاعي. شدتني وبدأت تتعامل معايا. طبعا زي ما انتم فاهمين انا كنت زي الصنم كده، ما كنتش بتحرك ولا بعمل اي حاجه. حاولت كتير، انا زي ما قلت لكم انها جريئه وكانت كبيره في السن، يعني في اواخر ال40 كده،
وأنا كنت لسه حاجة و20، هي أكبر مني ب20 سنة، هي جريئة ولبسها كان جريء وكلامها أجرأ، وأنا مش واخدة على الكلام ده. حاولت معايا كتير كتير أوي، وأنا كنت زي الطوبة ما كنتش باتحرك ولا بادّيها أي رد فعل. آخر ما زهقت مني قالت لي قوم روّح، راحت جاية مدياني فلوسي وراحت زقّاني، قالت لي يالّا مش عاوزة أشوف وشك هنا تاني. طبعًا حمدت ربنا إن أنا خرجت من الشقة دي وأنا ما عملتش حاجة غلط تغضب ربنا، لإن أنا طبعًا لو كنت عملت حاجة زي دي وخصوصًا إن هي مهيّئة لي كل المغريات، أنا كان ممكن أتجاوب معاها في الحاجة اللي هي عاوزاها. بس طبعًا زي ما قُلت لكم أنا عندي اخوات بنات وأمي، فاخاف أعمل أي حاجة تغضب ربنا وتيجي في اخواتي. لكن للأسف الموضوع ما خلصش، الفترة دي كل شوية تتصل بحجة إنها عاوزة تغيّر الأنبوبة، وأنا باحاول أتهرب منها، لإن أنا حسيت يعني إن هي بدأت معايا كلام مش مريح، كلام زي التهديد، أنت لازم تيجي، أنا ممكن أعمل فيك وفيك، أنت متعرفش أنا ممكن أعمل فيك إيه، أنا ممكن ألبسك أي تهمة. بدأت بصراحة تهددني، وأنا زي ما قُلت لكم أنا واحد غلبان أنا مش عارف هي عاوزة مني إيه، وبدأت تتصل عليَّ كتير جدًا لدرجة إن هي بدأت تقول أنا هابسطك وأنا هادّيك فلوس كتير ما تحلمش بيها، وتعيّش بيها أهلك، أنا عاوزة واحد شكله حلو ومهتم بنفسه. وأنا بصراحة خايف أغلط وأنا ما باحبش الغلط لإن أنا واحد متربي، وفي نفس الوقت خايف على أهلي، خايف تعمل فيهم أي حاجة، وأنا ما أعرفش هي ممكن تعمل إيه، لإن هي كلامها سِت جريئة جدًا، وإحنا ناس على قد حالنا، وإن هي سِت مرتاحة جدًا، زي ما قُلت لكم، يعني ممكن توديني في 60 داهية. أنا مش عارفة أتصرّف إزاي ولا عارف أهرب منها، ومش عارف برضه أخلص منها، يا ريت تقولوا لي الحل.